لغز اختفاء حميدتي محمد حمدان. دي طبعا اختفاء حميدتي في الحرب حيذكروا السودانيين لسنوات طويلة جدا، اللي هو أول قائد عسكري يخوض له حرب كبيرة لكن يكون مختفي غير موجود. صحيح انه في البداية طبعا هو كان موجود، الأسابيع الأولى من الحرب كان موجود وكان بيعمل تصريحات صحفية وبيعمل مقابلات. آخر مقابلة عملها كانت مع قناة الشرق السعودية دي، القناة الفضائية، اللي هي اتكلم فيها على انه قال انه انا تحت الشجره، واللي بعد ذاك انه دي تم استخدام اللفظ ده كثير في الحرب. المهم لكن انه ده كان اخر ظهور له. استمر في الغياب فتره طويله جدا لاكثر من 7 شهور. في ظل الغياب ده كانت في روايات كثيره بتتكلم. طبعا الروايه الاساسيه اللي السودانيين يعني اتداولوها بشكل كثير ومتكرر انه حميدتي او محمد حمدان قتل في المعارك، وفي ناس بيقول لك لا، انه محمد حمدان اصلا اصيب في بدايه الحرب وجابوه في المستشفى في شرق النيل، ويقول لك انه في دكاتره كانوا شاهدوه وعملوا له عمليه وكذا وكذا، وانه هو مات من الوقت داك. الكلام ده ظل مستمر كثير جدا، انه حميدتي مات، محمد حمدان مات، قتل، مختفي. وكمان ساعد على الكلام ده انه هو ما كان في البدايه اخذ شهور ما بيظهر، بعد ذاك بقى يتكلم في شكل بتاع رسائل